السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما هي المزايا العشر إذا كان يوم عرفة يوم الجمعة؟ تعالوا نعرف بس نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا بداية بعض الناس بيظن ان يوم عرفة لو جه يوم الجمعة يبقى بيتحسب الحج 7 حجات. طبعا الكلام ده كلام غير صحيح، لكن انا اذكر لكم 10 مزايا لكون يوم عرفة يجي يوم الجمعة. هذا الكلام سيذكر مختصرا من كتاب زاد المعاد للإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة، وأنا سأقرأ لكم هذه المزايا من الهاتف بفضل الله سبحانه وتعالى. الإمام ابن القيم ماذا يقول يا حبايبي؟ بيقول: لوقفة الجمعة يوم عرفة مزية على سائر الأيام من وجوه متعددة. رقم 1: اجتماع اليومين اللذين هما أفضل الأيام. طبعا أفضل الأيام يوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع، بل هو العيد الأسبوعي، ويوم عرفة هو أفضل أيام العام، بل هو عيد العام بفضل الله سبحانه وتعالى، وهو يوم الحج الأكبر بفضل الله سبحانه وتعالى، وهو يوم إجابة الدعاء بشكل لا يخطر على قلب بشر. فدي أول حاجة. رقم 2: قال الإمام: أنه اليوم الذي فيه ساعة محققة الإجابة، وأكثر الأقوال على أنها آخر ساعة بعد العصر، وأهل الموقف أي في عرفة كلهم إذ ذاك واقفون للدعاء والتضرع. طبعا معلوم أن يوم الجمعة فيه ساعة إجابة، وهي الساعة اللي قبل المغرب مباشرة. يعني لو المغرب بيؤذن الساعة 7 يبقى من 6 ل 7 دي ساعة إجابة يوم الجمعة. فتخيل لما تيجي ساعة الإجابة يوم الجمعة مع وقت الإجابة في يوم عرفة. يوم عرفة كل يوم إجابة دعاء، وخصوصا من بعد العصر إلى المغرب بفضل الله، ده أكتر وقت لإجابة الدعاء، فاجتمع وقتان لإجابة الدعاء بفضل الله. رقم 3: قال الإمام: لموافقة ذلك اليوم ليوم وقفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي لما حج حجة الوداع وافق يوم عرفة كان يوم جمعة بفضل الله سبحانه وتعالى. قال لك رقم 4: أن فيه اجتماع الخلائق من أقطار الأرض للخطبة وصلاة الجمعة، ويوافق ذلك اجتماع أهل عرفة يوم عرفة بعرفة، فيحصل من اجتماع المسلمين في مساجدهم وموقفهم من الدعاء والتضرع ما لا يحصل في يوم سواه. طبعا كل المسلمين في أقطار الأرض مجتمعين لصلاة الجمعة، وأهل عرفة مجتمعون في أرض في يوم عرفة، تمام، وفي منطقة يعني عند جبل عرفة. طيب، والمسلمون في هذا الوقت في كل مكان جالسين للدعاء في ذلك الوقت، فيجتمع الدعاء من المسلمين في ذلك الوقت في كل أقطار الأرض ما لا يحصل في يوم سواه. رقم 5 حبايبي: إن يوم الجمعة عيد، ويوم عرفة يوم عيد أيضا لأهل عرفة، ولذلك قال الإمام ابن القيم قال: وإنما يكون يوم عرفة عيدا في حق أهل عرفة لاجتماعهم فيه، بخلاف أهل الأمصار فإنهم إنما يجتمعون يوم النحر. يعني يوم عرفة بيبقى يوم عيد لأهل عرفة اللي موجودين بيحجوا، تمام، بخلاف الناس أهل الأمصار أهل البلاد يعني بيكون يوم العيد بتاعهم اللي هو يوم النحر اللي هو يوم 10 ذي الحجة. ففي هذا اليوم بفضل الله بيبقى يوم الجمعة يوم عيد للناس في كل الأمصار، ويبقى يوم عرفة يوم عيد لأهل عرفة بفضل الله. رقم 6: أنه موافق ليوم إكمال الله عز وجل دينه لعباده المؤمنين وإتمام نعمته عليهم، كما جاء في صحيح البخاري أن رجلا من اليهود جاء إلى عمر بن الخطاب أمير المؤمنين وقال له: يا أمير المؤمنين، آية تقرؤونها في كتابكم لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر: أي آية؟ قال: قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال له عمر: والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة يوم الجمعة ونحن واقفون معه بعرفة. الله أكبر. رقم 7 حبايبي: أنه موافق ليوم الجمع الأكبر والموقف الأعظم يوم القيامة. ليه؟ لأن يوم القيامة هتقوم يوم الجمعة، يوم القيامة هتقوم يوم الجمعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة.
فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا إلا أعطاه الله إياه. يبقى يوم عرفة لما يجي يوم الجمعة فهذا موافق ليوم الجمع الأكبر اللي هو يوم القيامة. رقم 8 يا حبايبي، أن الطاعة التي تقع من المسلمين في يوم الجمعة وليلة الجمعة أكثر منها في سائر الأيام، ولا ريب أن للوقفة فيه مزية على غيره. الطاعة فعلا اللي بتحصل من المسلمين في يوم الجمعة وفي ليلة الجمعة أكثر من سائر الأيام، لأن في ليلة الجمعة نقرأ سورة الكهف ونتذكر بقى كثرة الصلاة على النبي في يوم الجمعة وفي ليلة الجمعة وفي صلاة الجمعة وفي ساعة الإجابة إلى غير ذلك من الطاعات. رقم 9 أنه موافق ليوم المزيد في الجنة. يوم المزيد في الجنة برضو يوم الجمعة اللي هو اليوم الذي نستمتع فيه بالنظر إلى وجه الرب المجيد سبحانه وتعالى. ففي هذا اليوم الذي يجمع فيه أهل الجنة في واد أفيح، وينصب لهم منابر من لؤلؤ ومنابر من ذهب ومنابر من زبرجد وياقوت على كثبان المسك، فينظرون إلى وجه الله سبحانه وتعالى ويتجلى لهم فيرونه عيانا، ويكون أسرعهم موافاة أعجلهم رواحا إلى المسجد، وأقربهم منه أقربهم من الإمام. فأهل الجنة مشتاقون ليوم المزيد لما ينالون فيه من الكرامة، وهو يوم الجمعة بفضل الله. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. رقم 10 ودي آخر حاجة، أن المولى عز وجل يدنو، أن الرب يدنو سبحانه وتعالى عشية يوم عرفة من أهل الموقف، ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء أشهدكم أني قد غفرت لهم. وتحصل مع دنوه منهم تبارك وتعالى ساعة الإجابة التي لا يرد فيها سائلا يسأل خيرا، فيقربون منه بدعائه والتضرع إليه وفي تلك الساعة، ويقرب منهم تعالى سبحانه وتعالى نوعين من القرب. يعني يقترب المولى عز وجل من عباده نوعين من القرب، كما قال الإمام ابن القيم: أحدهما قرب الإجابة المحققة في تلك الساعة اللي هي الساعة الأخيرة اللي قبل المغرب، تمام؟ قرب الإجابة المحققة في تلك الساعة. والثاني قربه الخاص من أهل عرفة ومباهاته بهم ملائكته، فتستشعر قلوب أهل الإيمان هذه الأمور، فتزداد قوة إلى قوتها، وفرحا وسرورا وابتهاجا ورجاء لفضل ربها وكرمه. فبهذه الوجوه وغيرها فضلت وقفة عرفة في يوم الجمعة على غيرها بفضل الله سبحانه وتعالى. كما رأيتم حبايبي 10 وجوه فصلها الإمام ابن القيم في كتابه زاد المعاد لمزية وقوع يوم عرفة في يوم الجمعة بفضل الله سبحانه وتعالى. وهذا العام يكون يوم عرفة هو يوم الجمعة، لكن ليس معنى ذلك ان الحج بيتحسب 7 حجات كما يقولون، لكن للمزايا ال10 التي قرأناها من كتاب زاد المعاد للإمام ابن القيم. أسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم في العام القادم في الحج سويا على عرفات، وأن يجمعني وإياكم في يوم القيامة في الفردوس الأعلى مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.